العشرة الأواخر من رمضان أجمل وأعظم ليالي في السنة. ومهما كنتي مقصرة قبل كده أو مش قادرة تعملي كل حاجة، لسه الفرصة قدامك تعوضي وتبتدي من جديد وتقربي من ربنا أكتر. هقولك على 10 حاجات بسيطة تعمليهم في العشر الأواخر دول. أول حاجة، طبعا تحافظي على صلواتك الخمسة في وقتها. حاولي على قد ما تقدري تصلي كل فرض في ميعاده من غير ما تتأخري. تاني حاجة، السنن. حاولي تحافظي على ال 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر واتنين بعده واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء. دول ال 12 ركعة حاولي تحافظي عليهم على قد ما تقدري. تالت حاجة، صلاة الضحى. وقتها بالظبط بعد شروق الشمس بحوالي كده ربع ساعة لحد قبل الظهر، يعني معاكي لحد قبل الظهر. أقلها ركعتين، ولو تقدري تزودي معاكي لحد 8 ركعات انتي واللي تقدري تعمليه. تالت حاجة، سوري اسفة، رابع حاجة الاستغفار واذكار الصباح والمساء. دول بقى خلي لسانك دايما على طول بيستغفر ربنا. وقولي اذكار الصباح بتتقال امتى؟ اذكار الصباح بعد الفجر بتتقال، واذكار المساء بعد العصر على طول بتتقال. ده الوقت المظبوط بتاع الاذكار. لو عملتي كده صدقيني هتلاقي يومك اختلف تماما. خامس حاجة، صلاة التراويح. الافضل طبعا للبنات، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، كنت نزلت فيديو على طريقة صلاة التراويح بالظبط في البيت. الافضل طبعا للبنات ان هم يصلوها في البيت بخشوع كده وتبقي مرتاحة في بيتك، وده طبعا افضل ليكي. ولو نزلتي المسجد بيكون طبعا بالحجاب الكامل، وعادي انك تقدري تروحي المسجد، بس البيت طبعا احسن ليكي. سادس حاجة، صدقة اليوم. حتى لو حاجة بسيطة كل يوم اتصدقي. المهم الاستمرار، ان انت كل يوم تستمري في انك تصدقي حتى لو باقل حاجة، لو ب5 جنيه حتى في اليوم، وربنا هيبارك لك فيها. سابع حاجة، خدي اجر الحج والعمرة كل يوم. بعد صلاة الفجر اقعدي في مكانك، اقعدي كده، اذكري ربنا، اقعدي اقري قرآن لحد ما الشروق يطلع، وبعدها صلي ركعتين. وعايزة اقولك ان ده ليه اجر كبير جدا. تامن حاجة، القرآن. لو تقدري اقري 3 أجزاء كل يوم علشان تختمي في العشرة الأواخر القرآن. يا سلام بقى لو عملتي كده. ولو مش قادرة خلي على الأقل كل يوم جزء. تاسع حاجة، الدعاء. عايزة أقول لكم اغتنموا العشر الأواخر من رمضان على قد ما تقدروا تدعوا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أحسن وقت للدعاء قبل الفطار بنص ساعة، وآخر ساعة قبل الفجر، واخر ساعة كمان بعد العصر كده يوم الجمعة. يعني ايه؟ يعني بكرة. بكرة ان شاء الله اخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة حلوة جدا، وبيكون فيها ساعة استجابة. عاشر حاجة والاخيرة، يوم الليل. حاولي تقومي اخر الليل حتى لو ركعتين بس، وادعي ربنا بكل اللي في قلبك. يمكن تكون دي ليلة القدر وتاخدي اجرها العظيم، وكمان ربنا يستجيب دعائك. ولو حاولتي تعملي كل الحاجات دي على قد ما تقدري، صدقيني ممكن العشر الأواخر دول يغيروا في قلبك حاجات كتير قوي، ويغيروا حياتك كلها، وربنا يستجيب لكل اللي في قلبك.